السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناه مطبخ الشعب. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا حلوه ديال لاكريم كتوجد في البيت، سهله واقتصاديه. كيف ما خرجات لك في الدار راه حسن من ديال الزنقه، كتعرفي شنو دايره فيها وكتعطيها للوليدات وانتي مرتاح. ما تنسوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ودابا نبداو مع المقادير. زلافه ديال الدقيق ديال الفورس، 4 البيضات، وكاس ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه، وفانيا، وساشي ديال الخميره. هادشي بالنسبه للوحده، لان كنديروا جوج بلا ما كنحتاجوا اننا نقسموهم من الوسط. كنديروا جوج، كنديروا الاولى وعاد كنديروا الثانيه. نفس المقادير اللي في هذه غادي نديرهم في الاخرى. نبداو نخلطوا. بسم الله. 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. دابا بعد ما ضفنا 4 ديال البيضات غنديروا قبيصه ديال الملحه، السنيده، كاس ديال السنيده، كنص مره في التراب مزيان حتى كينسجم البيض مع السنيده، وساشيه ديال الخميره ديال الفاني. دابا باش غنسهلوا علينا المرحله ديال التخلاط غنحيدوا الخلاط اليدوي وغنديروا الميكسور باش غنخدموا ان شاء الله. ودابا كنستمروا في التخلاط حتى كيولي على هذا الشكل هذا، كيتضاعف الحجم ديال البيض وتا الصوت ديال التخلاط عاد كيتبدل. ها نضيفوا الساشيه ديال الخميره على الدقيق، راه مغربل. من بعد ما غربلناه هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش ولا. دابا الدقيق والخميره يعني داكشي مراحل. كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كندخلوا الدقيق زلافه كامله. دابا من بعد ما دخلنا الدقيق في العجينه على هذا الشكل هذا، هاللاطه فاش كنخدم لصقنا لها دهنا، لصقنا لها الورق. صافي كنسرحوها على اللاطه كامله، كتجي زوينه وسهله بلا ما يبقى الانسان يقطع لاجيناز من الوسط. هذه كتجي زوينه رقيقه، وحده على وحده كتجي سهله. صافي كنستمر في التسريح حتى كنسرحوها على اللاطه كامله. كندخلوها للفران درجه الحراره 180 ربع ساعه، صافي كتكون وجدات. دابا سالينا صافي دخلنا العجينه كامله في اللاطه. غنديروا لها الطريقه هكا باش تتقاد. هذه راه منها جوج، نفس المراحل ديال الاولى، نفس المراحل اللي غنديروا ان شاء الله في الثانيه. دابا مني دخلنا لاجينواز طيب في الفران غنبداو نحضروا الكريم فريش. كناخذوا كريم فريش، كناخذوا سائل كيتباع عند المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال قشده طريه. ها كناخذوا سائل بحال هكا. اهم حاجه الكريم فريش خاصو يكون خارج من الثلاجه بارد باش في ساعه يطلع لك. كندخلوا معاه السكر كلاص، 200 غرام ديال السكر كلاص. كنبقاو مستمرين حتى كيولي بحال هكا.
ها كيفاش طلع لا كريم فريش. ها يعني كيطلع زوين حسن من اللي كنشريه واجد واقتصادي. شوفي شحال كيطلع. غنديروه في الثلاجه بين ما شفتوا الكيك كيفاش طلع. لا جينواز بعد ما خرجناه من الفران ها اللون ديالها كيفاش خاصو يكون. بشويه من الجناب باش ما كتخسرش ليكم لا جينواز ديالها. كتخرج على هذا الشكل هذا. هاد الثاني قلت لكم نفس المقادير اللي درت في الاولى درت في الثانيه. صافي كنستمروا بحال هكا غتشوفوا مرحله ديال التزيين. دابا من بعد ما سالينا التحضير ديال لا كريم ولا جينواز ها هي طابت لينا. دابا غادي نسقيوها وندوزو للمرحله ديال التزيين ان شاء الله. السقوه درنا فيها السكر والحامض. كديري شي كيسان ديال الماء وتقريبا حساب ديال شي 4 المعالق ديال السنيده. كتخليهم كيبقاو يطيبوا كيرجع على هذا الشكل هذا. الحامض كتعصري حامضه. دابا ملي كملنا الحلوه في السقوه ديالها غادي ندوزو لا كريم نديرو لها لا كريم والتزيين ديالها. والسقوه خاصكم تسقيوها مزيان لان الا ما تسقاتش مزيان كتجي ناشفه. الا سقيتوها كتجي بحال الشكل ديال الحلوه اللي كناخذو من الزنقه. ملي كنكملوا لا كريم على هاد الطريقه هادي كنجيبوا لا جينواز كنحطوها من الفوق. دابا غادي نبداو نديروا لا كريم من الفوق. دابا من بعد ما سالينا الدريساج ديال لا كريم من الفوق والجناب غادي نديرو هاد الطريقه باش نديرو التزيين ديال الكاوكاو من هنايا. كاوكاو ولا اللوز ايفيلي على حسب اللي عندك بغيتي تزوقي به كتزوقي به. هذه هي الطريقه باش كنزوقو من الجناب. كنحطو الكاوكاو بحال هكا وكنديرو ليها يعني بسهوله. سالينا التزواق ديال الجناب بالكاوكاو. دابا لا كريم اللي بقى لينا غادرناه في جيب حلواني وغادي نزوقوه به. على هاد الطريقه كنديوها فحال هكا وكنرجعوها. بالنسبه للتزيين انا اختاريت هاد الطريقه هادي رخيصه كطلع رخيصه. الشكلاط درت ليها الشكل هذا بحال هكا. ومزيان التزيين كيبقى على حسب الاستطاعه ديال بنادم. انا صوبت هاد الشكيلات هادو راسي غير في الدار بالشكلاط نيت اقتصاديين. هذه حلوه اقتصاديه كتصوب في الدار يعني تبارك الله كتجي كبيره ووازنه والثمن ماشي شي ثمن كثير. تقريبا فيها شي الوزن ديالها غتكون شي 3 كيلو. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتطلع بسيطه ورخيصه بصحتكم شهيه طيبه.